المجد من أقصى أطرافه، وبالتأكيد بأنه واحد من الفرق الكبيرة جدا في الكويت. تزعم الدوري هناك بعد منافسة شرسة مع القادسية والعربي، وصولا أيها الرجل العجوز إلى اللقب رقم 18 لمسابقة الدوري مع الكويت. الصورة تظهر على بوريس بونياك مدرب الكويت الصربي الذي يقود الفريق والذي يمني النفس بالتأكيد في تحقيق نتائج طيبة، بينما على الصورة جوزيف زيمباور مدرب الرجاء. صافرة البداية، بسم الله الرحمن الرحيم. غلب أيضا على البطل الجزائري إنه شباب بلوزداد، لذلك سنبحث ونشاهد والتسديد. الكويت يبدأ أولا، العميد لا يتأخر، الذي يبدأ بكرة عرضية خطيرة جدا، حذاري من الأخطاء. الكرة تعود من جديد، المطالبة بخط إبراهيم خشرم، صلاح حساوي، فرج لهيب، وليد علي، خالد الفضلي يفعل ذلك. لكن سنشاهد الرجاء الآن يحاول، لكن هنا نجومية الرجاء، قوة الرجاء. الكويت قادم من خسارة كانت مؤلمة، كانت لهذا الفريق الكبير. الكرة في الجهة اليسرى طالت من أمام اتحاد المونستير، بينما هنا الوحدة الإماراتي كرة عرضية باتجاه المرمى طالت وانتهت. بعد الاتحاد بالأمس وفوزه على صفاقس، حقق معهم بطولة الكأس المحلية في جنوب أفريقيا، كان ذلك قبل موسمين بالضبط، تحديدا في 2020. تقدم، المرور، التسديد خطيرة للرجاء، لكن الكرة بتعود وطلال يعيش تقريبا موسمه الثالث مع الكويت ويقدم مستوى طيب. تدخل على ياسين العمري، تونسي أمام الخطأ لمصلحة الكويت. هل يسجل العميد أولا؟ هل يتقدم؟ لا، بينما حل الرجاء خامسا في ترتيب الدوري. الكثير بالنسبة لبونياك. شوفوا ياسين، أوه، من تونسي إلى تونسي، كادت أن تفرح. أنا أقولها بأن الرجاء واحد من أكبر الفرق العريرة بتاريخها وعراقتها. كرة إلى الأمام تصل، فالمهمة ليست سهلة. سلطان فرج، أداء مرزوق الغانم طيب الذكر جدا، والحديث عن النجاح. الزنكلان من أجل نجاح كويتي في هذه اللحظات، والعمل الطيب اللي بيقدمه بالتأكيد لعب من أجل إسعاد الشعب. كرة بعيدة جدا، لم تلد طلال الفاضل، عرضية رأسية، الكرة تصل، لكن الانفراد موجود. التقدم خطير جدا، الرجاء يقترب من الضربة الأولى، لكن يبدع في التصدي. كرة عرضية خطيرة بحثا عن رحيمي، كلهم لعيبة في